النهارده زيزو بسريعا كده عشان كابتن ياسر ريان هيكون معايا بعد دقايق من دلوقتي. زيزو طلع بيان النهارده، كان اتكلم مع الزميل هاني حتحوت وفضفض معاه في التليفون، وقال الكلام قد يفهم منه ان هو رايح النادي الاهلي، وقد يفهم منه ان هو لسه ما مضاش. طلع زيزو كلام، لو معاكم الكلام على الشاشه بتاع زيزو، وقال كلام يعني ما معناه ان هو بيسلم مجلس الاداره او بيدين مجلس الاداره، وان هو يعني ما مضاش لغايه دلوقتي، وان هو عايز يلعب مع الزمالك لغايه الكونفدراليه، وان لسه الزمالك قدامه فرصه يعني انه يجدد له، بس الموضوع صعب وفي مشاكل وحكايات وروايات كلام من هذا القبيل. يعني وفي نفس الوقت قيل ان هو راح السفاره الامريكيه يطلع فيزة امريكا استعدادا للسفر مع النادي الاهلي في كأس العالم للأندية. وقيل ايضا ان هناك اتفاق ضمني ما بين والد زيزو وما بين زيزو والنادي الاهلي ان لا يتم الاعلان عن انتقال اللاعب رسميا الا بعد نهاية الموسم، عشان اللاعب يستفيد من اللعب مع النادي الاهلي. النادي يعني استشف المجلس هذا الكلام. مجلس الاداره قرر بعد تويتة زيزو او كلامه على الانستجرام انه يعني يخرج زيزو من معسكر مباراة ستيلينيبوش بكره. وزيزو جه التمرين فعلا وطلع من المعسكر، اتمرن لوحده وتم ابلاغه بكره يكون موجود في معسكر المستبعدين، واللاعب خلاص انتهى مشواره الكروي مع نادي الزمالك طالما هو مضى للنادي الاهلي، وبالتالي الزمالك مش هيكون محطه لتجهيز زيزو للنادي الاهلي استعدادا لكأس العالم للأندية. ده كلام من جوه مجلس الإدارة، ولكن عندنا انفراد، وانفراد قوي جدا جدا جدا. الانفراد من قوته ومن يعني من كلامه القوي جدا. تواصلت مع الكابتن حسين لبيب، لم يرد على التليفون. تواصلت مع أحمد حسام ميدو، ما ردش على التليفون. تواصلت مع الأستاذ عمرو الجنايني، ما ردش على التليفون. النهارده يعني ممكن ايام سابقه كانوا بيردوا، لا ردا عشان يكون ليهم حق الرد على ما سيقوله والد زيزو دلوقتي معانا. يعني تصريحات ناريه لوالد زيزو بعد تجميد ابنه وخروجه من المعسكر، وكلام قوي جدا جدا جدا. والبرنامج مفتوح لمجلس إدارة نادي الزمالك اللي حابب يرد على تصريحات زيزو. طبعا لفريق الإعداد عندنا النهاردة تواصل مع والد زيزو وصرح بالتصريحات التالية. تعالوا نشوف على الشاشة كده ونبتدي. حطوا لي على الشاشة التانية يا جماعة. طيب، مجلس الزمالك غير قادر اهي. مجلس الزمالك غير قادر على تحمل المسؤولية، وهدفهم تسليم ابني للجماهير وعلى صفحات التواصل الاجتماعي من خلال التسريبات. مجلس الزمالك غير قادر على تحمل المسؤولية، وهدفهم تسليم ابني للجماهير وعلى صفحات التواصل الاجتماعي من خلال التسريبات. أطالب مجلس الزمالك بالخروج لمواجهتي، وأنا قادر على كشف أمور ستجبرهم على الجلوس في منازلهم وعدم الخروج والذهاب مرة أخرى إلى النادي. كلام خطير يعني. ليه يعني للدرجة دي؟ هذا المجلس تعامل بإهانة مع ابني، وطلبوا من بعض الجماهير مهاجمته وسبه، وبالعامية كده داسوا على كرامته. عرضت على حسين لبيب أكثر من مرة عروض بملايين الدولارات من الخليج، لكن بالعامية كده خاف من غضب الجماهير. قلت نصا لرئيس نادي الزمالك: زيزو شاري النادي، خد قرار وجدد، ولو مفيش فلوس وافق على العرض اللي يرضي النادي، لكنه تهرب من اتخاذ أي خطوة. عضو في الزمالك قال: انتوا عاوزيننا نبيع النادي عشان نجدد لزيزو، وخرجوا بعدها وسربوا للبرامج والصحفيين والصفحات ان السبب ابني، وانه طالب 100 مليون، لكننا لم نطالب ذلك، كنا نبحث عن التقدير، وانا صعيدي وكرامتي اهم وقبل اي فلوس. استبعاد زيزو من مباراة ستيلينيبوش عادي وبراحتهم،
ينزلوا يلعبوا وميدو ينزل يلعب بكره مكان ابني، لان هو السبب في تطفيشه، وحاليا هو اللي بيدير النادي مش حسين لبيب. كلام خطير جدا وكلام قاسي جدا. ابني مش هينتحر او هيموت بسبب تجميده في الزمالك. ابني محتاج يريح اعصابه واساله شيكابالا، لان ابني طلب منه يتواصل مع مجلس الزمالك الشهور الماضيه من اجل تجديد عقده. طالما مش عاوزين يجددوا لابني ولا عاوزين يقدروه كنجم زملكاوي وحقق بطولات مع الفريق، يطلعوا يواجهوني في الاعلام ويقولوا كده. اللعب للاهلي، خدوا بالكم الكلام ده، اللعب للاهلي مش حرام، وانا مش مطلوب مني اقول انا وقعت على عقد او اتفاقيه مع الاهلي او اي نادي. انا حر، لاننا انتظرنا مجلس حسين لبيب كتير وما عملش حاجه، وانا مش هبوس على ايديهم عشان يتعاملوا بشفافيه في ملف تجديد ابني. مجلس الزمالك فيه شخصيات محترمه مثل هاني بيرسي وعمرو ادهم وحسين السيد، لكنهم مش اصحاب القرار، وتم ابعادهم عن ملف زيزو لانهم رفضوا تسليمه للجماهير. ده كلام خطير جدا جدا من والد زيزو. خلاص يعني الكلام موجود، حطوه على الشاشه جنب يا جماعه كلام زيزو واقعدوا بدلوا كده، وده كلام والد زيزو. لكن الاهم هو بيقول انه ما طلبش 100 مليون جنيه، ما قالش هو طلب كام. والد زيزو بيقول انه يعني اللعب للاهلي مش حرام، وان المجلس مش عايز يجدد له، وان المجلس لو معهوش فلوس كان باعوه للخليج، ولكن هم رفضوا خوفا من الجماهير. بيتهم احمد حسام ميدو ان هو سبب في تطفيش ابنه من النادي. عايز اقول لكم حاجه، يعني والد زيزو شخصيه يعني اراءه قويه جدا ومش مفاوض، يعني هو اللي في دماغه لازم يتنفذ على اي حد. يمكن قبل كده المهندس ماجد سامي كان هو اللي طلع زيزو، يعني هو اللي عمل زيزو وهو اللي نجم زيزو وطلعه من اكاديميه كانت تبع وادي دجله، ولعب في وادي دجله، ثم صفر زيزو لبلجيكا. كان سبب سفر زيزو لبلجيكا هو الاستاذ ماجد سامي. فماجد سامي كان عنده نادي اسمه ليرز البلجيكي، فاكرين؟ كان بيلعب في الدوري الممتاز، ولعب فيه احمد سمير فرج، ولعب فيه احمد سمير لاعب الزمالك السابق واكتر من لاعب، ولعب فيه محمد عبد الواحد طبعا نجم نادي الزمالك ومدرب منتخب مصر الحالي يعني. فكان زيزو في بدايه شهر 8 او 9 كده بيبتدي الموسم، ففاضل في عقد زيزو سنه، فاضل في عقد زيزو مع ليرز سنه. فالاستاذ ماجد سامي طلب من والد زيزو انه يجدد لزيزو سنه كمان، لان السنه خلاص هتخلص. والد زيزو رفض تماما، رغم ان ماجد سامي هو اللي عمل زيزو وماجد سامي هو اللي مصفر زيزو، لكن رفض تماما. وقرر نادي ليرز انه يجمد زيزو على دكه البدلاء لمده سنه، ولم يتحرك والد زيزو ولا ما فرقش معاه الموضوع ده خالص، وخلى ابنه يقعد سنه على الدكه من غير ما يلعب مع ليرز، وانتقل زيزو الى نادي اخر حرا طليقا وهو حر. فهي يعني من الواضح ان والد زيزو عنده فكر معين. النادي الاهلي جاب لعيب جامد، تعاقد مع لعيب جامد. نمره 2 بقى كلام زيزو اللي بيقول لك انا ما مضيتش، وانا تحت امر النادي، وانا فاتح المجال، وانا ما مضيتش، وانا هكمل لغايه الكونفدراليه. اللي واصل لمجلس اداره نادي الزمالك ان زيزو ووالد زيزو مع النادي الاهلي متفقين على كده، وان المنظومه الاعلاميه لنادي الاهلي هي اللي بتسرب كل الحاجات اللي زيزو خلص، زيزو مضى، اتفاقيه، اعلان، راح السفاره، كل كده بتسرب لبعض الصحفيين او بعض اليوتيوبر ويقولوا الكلام ده على الهوا. وبالتالي زيزو ما كانش عايز كده ولا والده، يعني ما حدش يعرف ولا صريخ ابن يومين، كان عايزين الموضوع يفضل في يعني يماطل عشان زيزو يلعب وياخد بطوله الكونفدراليه. وزيزو اكتر حاجه تضايقه مش الفلوس، يعني زيزو اما بيتعور في انكل رجله يقول لك هيقعد شهر تلاقيه راجع بعد يومين، ساعات بيلعب وهو مصاب. فهي ده زيزو، يعني بيحب يلعب. فكده زيزو هيتم تجميده نهايه الموسم، يعني نهايه شهر 5. يعني معنى كده ان زيزو تقريبا هيتجمد لمده شهرين بلا اي مباراه
رسميه بعد ما وصل لنادي الزمالك. لكن زيزو نفسه كان بيتواصل مع اعضاء لجنه التخطيط وبيأكد لهم 100% انه مش رايح النادي الاهلي وانه ما مضاش، وكمان كان بيقول لهم انا هجدد. ابتدوا يتواصلوا معاه اكتر من مره الفتره الاخيره، نفذوا له كل طلباته. في النهايه ميدو طلب انه يقعد، رفض زيزو انه يقعد مع ميدو، والد زيزو رفض انه يقعد مع المجلس، ومن الواضح ان الموضوع انتهى فعلا وزيزو انتقل للنادي الاهلي. ولكن يعني حتى والد زيزو لو جبتوا لي الحته الاخيره قال لك ايه؟ انا حر امضي مع الاهلي ما امضيش مع الاهلي، امضي اتفاقيه، انا مش مطالب ان انا اقول. مش عارف ليه، ما انا ممكن اقول برضه. يعني هو اللعب فعلا، هو قال اللعب للاهلي ليس حراما، وفعلا اللعب من النادي الاهلي ده شرف، زي ما اللعب للزمالك شرف، اللعب للاهلي شرف. اللعب للاهلي مش حرام، وانا مش مطلوب مني اقول انا وقعت على عقد او اتفاقيه مع الاهلي او اي